بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. أنا عمال أقول تاني وتتوى أتكلم في أحوال بلدنا، بس أحوال بلدنا مش عارف ليه مش عايزة تتعيل. الواقعة اللي تمت النهاردة تمت في محافظة الغربية في مدينة طنطا، وطبعا اللي حصل كارثة بمعنى كلمة كارثة، أو بمعنى نقول فاجعة من الفواجع، ألا وهي صيدلانية اتوفت، مش لوحدها، هي وبناتها. هي وبناتها. ايه اللي حصل؟ تسريب غاز، وبناء عليه الصيدلانية ماتت. وكانت ممكن تبقى حادثة عادية، ولكن اللي حصل بعد كده ان اتضح ان الزوج ده طبعا حق نقلا عن صفحة صدى البلد، قالت ان تم ان الزوج هو اللي قام بتسريب الغاز على الزوجة والابناء. ايه الفجر ده؟ ايه الكفر ده؟ تفتح انبوبة الغاز على اولادك، على مراتك، بتكرههم، طلقها، سيبهم امشي، لكن تفتح الغاز عليهم يموتوا. وايه؟ فطبعا هو حب ان هو يحاول يعاقب نفسه، او ان هو خاف من عقاب ربنا اللي جاي، فلما جيت مسك واتقبض عليه بيقطع شرايينه، اي شرايين. انا مش برضه، انا لسه كنا في واقعه لزوج في الحلقه اللي فاتت، لزوج حرم بنت شابه من بنتها انتحرت، والنهارده كارثه تانية من راجل تاني فتح الغاز على اولاده وعلى مراته وماتوا. هو احنا معلش يعني انت هتقابل ربنا تقول له ايه؟ فتحت الغاز عليهم ليه؟ ايه المبرر؟ ايه المبرر ان اب يتخلص من ولاده ويتخلص من زوجته؟ انا عن نفسي مش لاقي مبرر. لو انت فكرت مع نفسك ان انت كنت عاوز تسيبها في شرفها مثلا كمثال وتقول يمين او شمال، خلاص يا عم طلقها، لكن ما حدش اداك الحق انك تقتلها بالطريقه ديت، انك تفتح عليها الغاز، انك تقتل روح، الا وهي مين؟ زوجتك وولادك وبنتين ولادك. ده الشيطان لو جه قاعد جنبك هيتوب. الواقعتين اللي تموا من زوجين اتنين دلوقتي، واحد من بني سويف والتاني من طنطا، الشيطان جنبك يتوب. انا دلوقتي على ما اعتقد ان الشيطان بقى قاعد واخد ركن بعيد عن مجتمعنا بيتفرج ويسيبنا احنا. لا، ده في اسوأ من كده. ده انا خايف ان اعتقد ان الشيطان خايف على اولاده مننا احنا بقينا حاجة اغرب من الخيال. اللي بيحصل ده ما يعقلوش عقل، ما فيش عقل ممكن يدركه. احنا بقينا في عندنا كمية جرام صعب. بلدنا حالها رايح فين بسبب الناس ديت؟ كل يوم نطلع على واقعة يعني يشيب لها الجبين، الواحد اعصابه بتتعب. ايه اللي بيحصل؟ ايه يا رجاله مصر؟ ايه ازواج مصر؟ ايه اللي جرالكم؟ ايه مدى العداء اللي انتوا فيه؟ بقيتوا كارهين مين؟ بتتحدوا مين؟ بتنتقموا من مين؟ من زوجتك؟ من زوجتك؟ طلق. الطلاق حلال، مع ان ربنا ابغضه بس حلال. انما تزهق روح ده اللي حرام، ده اللي ربنا مش هيفوته. ومن قتل نفسا كمن قتل الناس جميعا. مش انت قتلت 3 انفس، زوجتك صيدلانيه وبنتين ما شاء الله. يعني ده انت يتقال لك ايه؟ انت لما تبقى قدام عشماوي كده ما شاء الله والحبل يتلف على رقبتك، برضه ده مش هيوفي اللي انت عملته. انا بصراحه الواحد بقى خجلان من اللي بيشوفه، زعلان من الواقع اللي بيتم. لازم حالنا يتعدل، لازم كل واحد يبدا يغير من نفسه.
واوعى حد يقول لي ظروف اجتماعيه واقتصاديه والغلا وكلا، لا 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 لا، مالهاش علاقه نهائي. طب دي صيدلانيه واكيد زوجها ما شاء الله ما حد شافه، يمكن يكون دكتور ولا ايا كان، يعني العمليه مرتاحه. مش واحد غلبان مش لاقي ياكل لك انا بموت عشان مش لاقي اكل. لا هنا بقى لا غلاء ولا ارتفاع اسعار والكلام ده كله. طب انت ما دخلت نفسك وسطهم ليه؟ كنت تقعد في وسطهم كده وافتح الغاز وانت كمان، يبقى احنا خلصنا منك. انما انت تخلص عليهم تموتهم بدم بارد، وجاي بعد ما اتمسك يقطع شرايينه. انت هتمثل، دي تمثيليه. اللي عملته ده فيلم، اللي اتعمل ده انا اسميه فيلم. بتحاول تقول عشان تكسب تعاطف مين؟ مفيش حد يتعاطف معاك، لن يتعاطف معاك بشر ولا حتى ده الحيوانات. انت ما سويتش، ما ارتقتش مرحله الحيوانات. الحيوان بياخد ابنه في سنانه ويعدي من جبل لجبل، انما انت قتلت زوجتك، قتلت ولادك. انا بصراحه ربنا واقعتين النهارده بتكلم عنهم، يعني الواحد بيحزن لما بيشوف الحاجات دي كلها. يا ريت يا ريت كل واحد قبل ما يفكر في اي حاجه في بديل وفي بدائل عن انك توصل لمرحله انك تتخلص من زوجتك وولادك، او ان راجل تاني يوصل مراته لحاله نفسيه لما اخذ بنتها منها لمرحله زي ديت. بصراحه رجاله مصر ايه اللي جرالكم؟ ده المفروض ان الراجل هو السند والامان والحمايه. انت المفروض انك انت سند لمراتك، انت امانها، انت حمايتها، انت حمايتها. يا ريت كل واحد يراجع حساباته في احوال بلدنا.